السلام عليكم. ريال مدريد بيلعب واحد من احلى ماتشاته السنه دي قدام مانشستر سيتي اللي نزل كان بيلعب متحفظ عكس ما كنا متوقعين، والحقيقه مش ده الشكل اللي كنت مستني السيتي يظهر بيه في البرنابيو. والناحيه التانيه برضه ما كنتش متوقع خالص ريال مدريد وانشيلوتي يظهر بالمستوى ده، بس طالما دي ليله من ليالي الابطال، في ليالي الابطال لا مثيل للريال. وديربي ميلان بقى اللي على عكس كل التوقعات بيخلص 2-0 للانتر بدري بدري كده، وشكلها حسمت ولا ايه؟ تعال نشوف مع بعض. مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم، هذا لا يحدث كل يوم، لا يحدث في كل جولة، لا يحدث. ازيكم احلى حريفه في الدنيا وحلقه جديده من حريفه اوروبا. لايكك الجميل واشترك في القناه لو ما كنتش مشترك وفعل جرسك وتعالى لي. هبدا معاك من ماتش السيتي والريال اللي كان يوم الثلاث. الماتش خلص 1-1 والحقيقه كان ماتش حلو قوي من ناحيه الريال، عارف يدافع وعارف يهاجم وازاي يطلع بالكوره من ورا من تحت ضغط السيتي. انا الشوط الاول كنت قاعد مش عارف في ايه، حاسس ان المسرحيه اللي الريال كان عاملها السنه اللي فاتت لسه شغاله. السيتي كان بادئ الماتش هو الافضل وهو الاخطر، بس ما كانش في فرص حقيقيه او فرص خطيره تقدر تقول عليها في اول 20 دقيقه من الماتش. وعلى راي الشوالي احنا كنا مستنيين الجون للسيتي. وعلى الناحيه الثانيه بقى فينيسيوس اللي حرفيا كل حاجه للريال، هو مفتاح اللعب، وحرفيا الفرقه بقالها سنتين بقت باصي لفينيسيوس. طبعا ده مش عيب، لعيب زيه لسه 23 سنه هو اللي بيصنع وبيسجل، فده مش عيب خالص، هو عادي. بس رغم كل اللي قلته لك ده، في حيطه ورا عند السيتي ناحيه اليمين اسمها كايل ووكر. يعني قبل كره الجون فينيسيوس ما كانش راح الا بهجمه واحده بس اللي بصال بنزيما، اللي بالمناسبه لو كانت جت كانت هتبقى نسخه من جون بايرن 2014. في الوقت اللي السيتي كان متسيد الماتش وهو الاخطر، فينيسيوس قال لهم بصوا انتوا قافلينها لي ناحيه اليمين، انا هخش لضعمكم وهجيب جون. ودي اهميه اللعيبه الجامده في الكوره. يا باشا موقف لي ووكر، هخش في النص وهديك واحده هاتها من الجون. وعايزك تبص على كامافينجا في كره الجون، الولا لعب 1 2 مع لوكا ورا وبعد كده خدها، فضل يجري بيها لحد ما اداها لفيني جاب جون. الولا عامل موسم ولا اروع، ولازم نديله حقه، معتمدين عليه كباك شمال، والحقيقه مأديها كويس قوي، وحتى اساله برناندو. وتعادل السيتي برضو اللي كان عكس سير الماتش، يعني السيتي جاب جون والريال هو المتسيد، والريال جابت جون والسيتي هو الاخطر. وعايزك تبص هنا على حلاوه دي بروين يا جدعان، حتى وهالاند وحش والاجنحه زي الخرا النهارده، انا ماليش دعوه بحد، انا هجيب لك التعادل وهعمل لك ماتش حلو. وبما اننا جبنا سيره هالاند فلازم اقف عند روديجير. الراجل عامل كوارث ورا وعامل موسم زي الزفت لما بيلعب جنب ميليتاو، بس انشيلوتي قال له انت الماتش ده هتراقب هالاند وشيل الليله لوحدك يا باشا، طول الماتش عايزك تبقى ضله. وهو اما صدق، بص طول ال 90 دقيقه كان في قفاه، مدافع رخم. في حد حس بهالاند اصلا؟ يلا حد يروح يقول له طلعه من جيبك بقى. جريليتش اللي طلع بعد الماتش قال لك كل الناس قالت لي ان الموضوع مع كارفاخال مش هيبقى سهل وهيبقى صعب قوي وهتبقى شبه المعركه، بس انا بصراحه استمتعت بالمعركه دي. وقال لك انا تعبان واول مره في حياتي يجي لي شد عضلي في رجليا الاثنين. الخال يا جدعان، شواء قديمه ده. ديربي ايطاليا بقى اللي خلص 2-0 بدري بدري كده، والليله كانت احلى فيها التيفو بتاع جمهور اي سي ميلان. قولوا للجماعه بتوع بي ان بقى يشتروا حقوق الدوري الايطالي، احنا تعبنا. ميلان ما جاتش الماتش ده، كل ده من اصابه لياو؟ ما اظنش.